لما الواحدة منها الاقيها ب10 جنيه يبقى لازم اعمله في البيت. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتجيبي البوله بتاعتك وتنزلي فيها بنص كيلو دقيق. هنزل عليه بمعلقتين كبار سكر ومعلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه صغيره بيكنج باودر وكوبايه ميه وطبعا رشه ملح. بقلب كل المكونات بتاعتي كده مع بعض وجنبي نص كوبايه تانية علشان اعجن منها. بنزل الميه بالتدريج لغايه لما العجينه تلم معايا. بنزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت. بعجنها حلو قوي لغايه لما تبقى العجينه معايا ناعمه وطريه ولينه بالشكل ده. بعد كده بقطعها قطع متساويه واغطي العجينه عندي واسيبها ترتاح معايا نص ساعه او تختمر معايا نص ساعه. بس بقطعها الاول. لو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو كتير علشان الكل يستفيد. بعد كده ببدا افرده معايا. بفردها بالشكل ده. خلي بالك حلوه قوي من طريقه فرد العيش الكايزر، مهمه جدا. بفرده بالطريقه دي كده وابدا المها تاني وارصها في صينيه عندي مدهونه زيت. وبعد كده بجيب صفار بيضه وبنزل عليه برشه من النسكافيه او القهوه. وابدا ادهن الوش بالشكل ده واسيبه معايا لغايه لما يختمر ويتضاعف حجمه معايا. وطبعا رشه بقى من حبه البركه او السمسم زي ما تحبي. بالشكل ده حجمه تضاعف معايا. بكون مسخنه الفرن عندي على درجه حراره 220 اعلى حاجه. بياخد معايا بالظبط 10 دقائق في الفرن. اول ما يطلع بقماشه مبلوله ميه بغطيه 3 4 دقائق. وبعد كده بقى عندي العيش الكايزر زي ما انتم شايفين كده. بطريقه سهله وبسيطه جدا هتعملي احلى عيش كايزر. متنسيش اللايك والشير.